عندنا طريقة شاي كرك من اخونا ابو عبد الله الحبيب. مكونات ابو عبد الله: شاي، حلبة، ورق الكاري، هيل مطحون، نعناع، اكليل الجبل، فلفل اسود، زعفران، ورق الغار، حبة حلوة، زهرة اليانسون، نعناع يابس، زنجبيل، ومسمار. يا سلام، يعني صنفين 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مع ماي الورد مع الحليب مع النستلة او الحليب المكثف وكريم كراميل. ترى أول مرة أسويها وأعلنها قدام الناس إني أسويه بالكريم كراميل. يا مال العافية، جاشته تسلم العيون، جاشته وجدت على قولتهم سوالف الحليب واخر الليل والقعدات الحلوه بضبط لنا الحبيب عبد الله. يا مال ابو عبد الله، هلا. حط المقادير كلها مع بعض. المقادير كلهم مع بعض ولا تخليه شيء. قلت ليش الماء خفيف؟ قال نبي يتجانس المواد المكونات كلها تاخذ طعم بعض وتجانس ويصير لك شو اقول يعني تعبر ابو عبد الله. اي والله يعجز اللسان عنها يا اخوك. والله من كثر ما اشوف من خلطات، بس انك متاكد انت ما تبي تحط لك الحي ما تعب معاه. والله لازم يقول تصير خاضره شوي، تطبخ بعدين بيحط فوقها الحليب الفريش، الحليب، بعدين الحليب المكثف، نعم، بعدها تحط كريم كراميل وماي الورد بس وسلام. يا سلام يا سلام. طلعت سالفه الكرك سالفه. أيوة. الحين 20 دقيقه بس يخليه يحوسه، واذا نشف الماء بالمره تزيد عليه شويه. نعم. ايه تشوفونه بس ما يزيد على الكميه اللي تشوفونها. الحين ننزل حليب الطازج، اي نوع بعد ذلك، اي حليب طازج ننزل. لترين حطينا على الكميات اللي تشوفونها قدامكم، لترين ما شاء الله. طبعا الشاي الكرك هذا راح اقول لكم اسمه اخر شيء، او بحساب ابو عبد الله يذكر لكم اسمه. من اغرب اكثر مكونات يسوى فيها شاي الكرك. نستغني عن السكر بالنستله عشان يعطينا كثافه ودسومه. يا سلام. اوش طريقه يا ابو عبد الله، اول مره اشوف الطريقه هذه. متاكد ابو عبد الله؟ ايه متأكد. متاكد انك ما انت بحاط الحمى فيها؟ يعني صعب ما تحط الحمى فيها. اذا اهل عمان حطوا الحلوى بالكبش بلحم الخروف. يعني الحين هذا ما تحط الحمى؟ لا ما تصلح بالحمى. ما تصلح. عليك ابو عبد الله، تحط حليب النستله وعلى طول تحط الورد. اي نعم، بعدها ب5 دقائق حسب الكميه. السلام والرغبه. ومتى تحط كريم الكراميل؟ كريم الكراميل احنا نفصل ايه. نوعين، واحد كريم كراميل وواحد بدون كريم كراميل. بس يفرق عن هذا انك هذا واحد تقدر تخليه كريم كراميل وتقدر تحطه بدون كريم كراميل. نعم. هو الاصلي بدون كريم كراميل. ترى الكرك يبي له طبخ زياده يعني عادي. عبد الله تقول ساعه ونص صح؟ اي نعم. يطبخ يعني اقل شيء ساعه ونص يعني للعلم. نعم صحيح. وكل ما زاد طبخه كل ما زاد طعمه. كل ما زاد طعمه. السلام عليك. تعلم من الحبيب. نعم. تفعلون ابو عبد الله الحين؟ نعم. الحين بنشغله. والثاني نحط عليه نعم. كريم كراميل. ولكم الخير. هو كذا خلاص كرك استوى. اسمه كرك المسله الهندي. اذكر لكم اخوي ابو عبد الله، كرك المسله الهندي. الثاني
راح نحط معاه كريم كراميل، نفس المكونات. هذا غورينا الثاني اللي بنحط عليه كريم كراميل. نبدأ على نار هادية نضيف الكريم كراميل البودرة. أي كريم كراميل. السلام عليكم. رخيص وقوي أي شيء. وخلصنا الحين. وخلصنا. نضيف ننتظر عليه بس دقيقتين 3 ياخذ الطعم، وعليكم بألف عافية. يا مال العافية. هذا اللي بالكريم كراميل وهذا اللي بدون كريم كراميل. تسلم يا هادي الحبيب، ما قصرت. يا سلام يا سلام، هذا الحليب الكرك. يا سلام، هذا اللي بدون كريم كراميل. يا سلام عليك يا ابو عبد الله. احنا طبعا الشباب موجودين، كل واحد يذوق كوب. تستمع على قولته. عطنا الثاني. وهذا الثاني. يا سلام سلام. يا سلام سلام، ما شاء الله. طبعا اصور واعطيكم معلومات. سلام سلام. مرحبا مرحبا مرحبا، بسم الله. جزاكم الله بالخير، يا هلا بالمتابعين. حليب ابو نوره شنو اللي تأيده؟ اللي في الكريمه ولا مو بالكريم؟ الحليب اللي شربناه امس الكرك حلو، بس انه شوي ثقيل، وبالذات اللي بالكريمه ثقيل ثقيل ثقيل، بس طعمه حلو. والثاني هم حلو وهم فيه ثقل شوي. يعني اللي يشرب الحليب هذا تشربه طال عمرك بالليل بياهله منه، وبدون بهصه بدون اي شيء، وطعمه حلو، تمزمز منه على قولتهم، بس فيه ثقل شوي. والحليب الكرك العادي اللي سواه بالهيل والزعفران بدون إضافة على قولتهم حليب النسر. وسوينا 4 أنواع حليب كرك مع أخونا أبو عبد الله القطري، الله يحفظه ويستر عليه. وأنا أسوي نوعين غير اللي يسويه أبو عبد الله، بس متابعيني ومحبيني حليب الكرك اللي أرد وأقول في الكريمة والنسترة دائما يصير ثقيل بس طعمه لذيذ. أما الحليب يسوي، أنا أسوي حليب طازج أحط معاه هيل ودارسين وزعفران. وفي واحد ثاني أسوي حليب كرنيشن أحط معاه هيل ودارسين وزعفران، وأحط شوية مسمار وفلفل أسود، وأتوقع أن هذا اللي ذكرتين بس، ما أزيد على الشغلات هذه من المكونات. بس راح أشرح لكم اللي أنا أسويه حليب كرك. بس ما شاء الله أخونا أبو عبد الله فنيات بالكرك، جربوه أعطوني رأيكم. الله يسعدكم، قولوا آمين، ويسعدنا معاكم ويحفظنا ويحفظكم.